صباح الخير. طفل فرط الحركة احنا اتكلمنا عليه كتير، بس في أسئلة كتير بتيجي بتقول لك أنا دلوقتي عندي طفل عنده مثلا وليكن سنة أو سنة شهرين، سنة وثلاث شهور، سنة وخمسة، سنة وستة، سنة وسبع شهور، 8 شهور، وعندي ابن ده عنده حركة كتير مبالغ فيها، بيتنطط وبيجري وبيتقلب وبيخبط هنا وبيلعب في ده، والاقيه بيكسر حاجات وبيعمل كل ده طبيعي. الطفل الفرط الحركة يا جماعة لازم نبقى فاهمين ان لازم عشان اشخص كويس ان طفل عنده فرط حركة بيتوفر معاه كذا عرض. كذا عرض مش عرض واحد، مش عشان عنده شوية باور، عنده شوية طاقة، الطفل دايما يعني ما شاء الله صحته كويسة بيجري ويتنطط ويلعب، يبقى اقول ان ابني ده خلاص ده ضايع مني وعنده فرط حركة. لا، فرط الحركة عشان تقول ان ابنك عنده القصة دي كلها لازم تبقى فاهم ان هو ما يبقاش عنده تركيز خالص، ولما تيجي ان انت تتكلم معاه ذهنه شارد. لو هو ماسك واخد مثلا شنطته وعنده مثلا، طب احنا عارفين الادوات المدرسيه بيحطها قدامه، ممكن يرجع من غيرها، ممكن يرجع بحاجات ويسيب حاجات، تلاقيه مندفع في كل شيء، يتنطط على ترابيزه، على مكان عالي، ما يقعدش على كرسي على الاقل 3 دقايق على بعضيهم. احنا بنشتغل معاه اول حاجه اسمها مهاره الجلوس، ازاي يبقى هادي ويقعد، وبعد كده بنقوم نخليه يعمل شويه حركات تاني بحيث انه يغير المكان نفسه، لانه ما بيعرفش يسيطر على جسمه او حركاته، بياخد دور مش دوره. بمعنى ان لو اتنين كبار قاعدين بيتكلموا تلاقيه هو دخل في النص وهو اللي بيتكلم، ما عندوش حته التعليمات، اقف هنا واستنى لما اجيلك، طب اعمل كذا، ما عندوش الادراك ده. فعلشان اقيم طفل القصه بتاعته بتوصل للثلاث يعني فرط الحركه بالظبط لازم بقى يعدي ال3 سنين، اقدر هنا اقول ان لازم اطمن على ابني واشخصه واقول ان هو عنده فرط حركه ولا ما عندوش. لكن ان كان هو بيفتح دولاب، بيفتح كومودينو، بيلعب في حاجات اللي وليكن مثلا المكياجات بتاع مامته مش عارف ايه، كل ده عباره عن اكتشاف، هو بيكتشف الشيء ده، فده بالنسبه لك حاجه حلوه، حاجه كويسه. بيمسك معلقه مثلا يخبط على ازاز، تلاقيه مثلا يمسك حاجه ويرميها في من ايده، كله ده طبيعي. طفل مخه لسه ما اتملاش بمعلومات، بيخزن بيكتشف الحاجه دي خطر، الحاجه دي صح، في اللحظه دي بقى مع الادراك الكامل منك